السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. حاجات لازم تعملها ليلة الامتحان، وحاجات اياك ثم اياك ثم اياك تعملها ليلة الامتحان. نبدأ بالحاجات اللي اوعى تعملها ليلة الامتحان. أول حاجة إياك تفضل سهران تراجع لي في حتة أنت كده كده راجعتها قبل كده 100 مرة، بس أنت بتأكد عليها للمرة المليون. لا يا باشا، أنت نام وخد راحتك في النوم، ولما تصحى إن شاء الله ابقى راجعها واعمل اللي أنت عايزه. أنا بقى كنت بعمل إيه؟ كنت بصلي العشاء وأدخل أنام، أصحى قبل الفجر بربع ساعة بالظبط. يبقى أنا كده نمت كام ساعة؟ تعالى نحسبها. العشاء بتأذن الساعة 9، أنا عبال ما أروح أصلي وأجي ومش عارف إيه فيها للساعة 9 ونص لما أدخل أنام. الفجر بأذن الساعة كام؟ بأذن الساعة 4 ونص ل 5 مثلا. أنت هتصحى بقى قبل الفجر بربع ساعة، مثلا على 4 و10 4 وربع. هتصحى ليه قبل الفجر بربع ساعة؟ عشان تلحق تصلي ركعتين قيام تفضل تدعي لنفسك فيهم. ركعتين القيام دول اهم حاجه انت هتعملها اصلا. تدعي بقى ان ربنا يفتح عليك في الامتحان، وتدعي باللي انت عايزه. الحاجه بقى اللي انا كنت مثبتها وبدعي بيها دايما، كنت مثبت دعوه كويسه كده ليا، كنت دايما بدعيها بقول: اللهم اني استودعتك كل ما حفظته وكل ما ذكرته فرده الي عند حاجتي اليه. وافضل ادعي لنفسي كده شويه، وبعد كده اخلص الركعتين اروح اصلي الفجر جماعه في المسجد وارجع. فيبقى انت كده نمت حوالي 6 ساعات ونص 7 ساعات، فخدت كفايتك من النوم وصاحي فايق ورايق ومصحصح والدنيا تمام معاك. وتاني حاجه لسه بدأ على الامتحان، فتعمل اللي انت عايزه، لسه حوالي 3 4 ساعات على الامتحان، فاهم؟ انا بقى لما كنت ابدا مذاكره كنت مثلا اقرا صفحه من المصحف، وبعد كده ابدا امسك كتاب من اوله لاخره من الجلده للجلده، اقراه بسرعه كده، قراءه سريعه سريعه سريعه. يبقى انت كده رجعت على كل المعلومات اللي في الكتاب. دي اول حاجه. تاني حاجة بقى إياك تعملها، وهي اوعى تجيب امتحان وتقعد تحله على أساس يعني بتقيم نفسك. الكلام ده يا باشا كنت تعمله في أول المراجعة عشان تشوف أنت ضعيف في أنهي جزئية، فترجع وتراجع عليها وتمكنها. لكن أنت دلوقتي الامتحان كمان كام ساعة، فلو أنت حليت الامتحان دلوقتي ووقف معاك حاجة هتتوتر وهتخاف وهتقلق من الامتحان، بعيد عن إنك أصلا مش هتلحق تراجع الحتة دي، ما خلاص ما عادش في وقت. فانت سيبها على الله وادخل الامتحان باللي انت مذاكره ومراجعه من اول السنه، وان شاء الله يا عم الامتحان مش هيطلع بره من اللي انت مذاكره ده وهتقفل الامتحان. كل اللي انت هتعمله هتمسك الكتاب تفتحه وتقراه من الجلده للجلده، تراجع على كل المعلومات اللي في الكتاب، ولو وقف معاك حاجه وانت بتقرا سيبها، علم عليها كده او اكتب رقم الصفحه بره، ولما تخلص خالص ابقى ارجع لها لو في وقت. ونروح بقى لتالت حاجة، وهي إياك تسمع لنفسك أو تخلي حد يسمع لك، لأن أنت كده بتحاول تستدعي كل المعلومات في وقت واحد، فهتتعب دماغك وهتتعب نفسك وأعصابك، فهتروح الامتحان أعصابك تعبانة ودماغك تعبانة، فمش هتشتغل معاك بالقدر اللي أنت محتاجه في اللجنة. رابع حاجة بقى، حاول ما تاكلش حاجة جديدة، أو ما تاكلش حاجة كانت بتتعبك قبل كده، ساعات يعني بتتعبك لما تاكلها، سواء هتاكلها في العشاء أو في الفطار لما تصحى، لأن ده ممكن يأثر عليك ويتعبك وأنت قاعد جوه لجنة الامتحان. خامس حاجة، أنا عارف إن إحنا في الصيف والدنيا حر نار والدنيا كلها بتنام تحت المراوح والتكييفات، بس أنت تعال على نفسك شوية. نام يا باشا من غير مروحة ولا تكييف، افتح بس شباك الأوضة خليه يهوي الأوضة شوية، ونام من غير مروحة ولا تكييف، لأن أنت لما بتنام تحت المراوح والتكييف بتصحى جسمك مكسر ومتدغدغ وتعبان، وساعات بيجيلك برد في بطنك فبتتعب وتدخل الحمام كل شوية. فليه يا باشا؟ لا، إحنا نبعد عن المراوح والتكييفات خالص. كل دي حاجات إياك تعملها ليلة الامتحان، فركز بقى عشان ما تتسوحش. حاجة مهمة أوي أوي كنت هنسى أقولها لكم، وهي لما تاخد ورقة الامتحان كده وتبص على الأسئلة وتحل، أنت حليت سؤال خلاص كتبته تمام، ما تشخبطش عليه ولا تيجي ناحيته غير لما يكون في دماغك الإجابة الصح 100%. لكن لو أنت جه في بالك مثلا السؤال ده أنا حاسس أنا حليته غلط، حاسس إن في حاجة غلط، شاك إن الإجابة دي غلط، ما تجيش ناحيته ولا تشخبط عليه غير لما يكون في دماغك الإجابة الصح 100%. لان بتحصل معانا كتير، بنكون هي الاجابه الصح دي كاتبينها وخلاص، يجي في اخر اللجنه نشخبط على الحل الصح ونكتب الحل الغلط اللي جه في دماغنا في اخر اللجنه. فانت ما تغلطش الغلطه دي، طالما حليت حل ما تشخبطش عليه غير لما يكون في دماغك حل غيره وحاسس ان هو صح 100%، مش حاسس، لا متاكد ان هو صح 100%، فما تغلطش الغلطه دي. حاجه كمان يا ريت ما تعملوهاش، بالذات البنات هم اللي بيعملوا الحاجه دي. يعني بلاش ناخد والدنا او والدتنا قدام لجنه الامتحان نخليها تستنانا. انت شايف اهو الدنيا ولعه والجو نار، فبلاش يعني تاخدهم وترتاحهم في الشمس. هيعملوا ايه يعني لما يستنوك بره اللجنه؟ هل هم هيلقنوك الاجابه وانت جوه؟ انا شايف ان هي تعب وارهاق ليهم والله العظيم. كل اللي هم يعملوه ان هم يروحوا يستنوك ويقعدوا قدام اللجنه لحد ما تطلعوا. ممكن حد من الامن اللي هو قدام اللجنه بتاعتك يطلع يزعق لهم يقول لهم كلمه ملهاش لازمه، حد من الاهالي اللي موجودين في المنطقه يقول لهم كلمه ملهاش لازمه برضه. فليه تعرضهم للاحراج؟ حتى لو هم قالوا لك احنا هنيجي معاك قول لهم لا خليكم انتوا وانا هطمنكم كده بطلع من اللجنه. خد تليفون معاك يا عم وخليه بره، لما تطلع افتحه وكلمهم وطمنهم، بس ما تاخدهمش. انا شايف ان هي ترتاح ليهم الصراحه. فلو انت او انت كنت ناوي تاخد والدتك وتقعديها قدام اللجنه عشان تمسك لك ازازه الميه او ما اعرفش كيس شيبسي او ازازه حاجه ساقعه عشان يعني لما تطلعي تشربيها، بلاش. انت اعملي كل حاجه وبلاش تاخديهم معاكي قدام اللجنه. الجو حر زي ما انت شايف كده، فارهاق ليهم، وممكن كمان تعرضهم للاحراج بسبب كلمه حد يقولها كده ولا كده، فبلاش تعملوا كده.
نروح بقى للحاجات اللي لازم تعملها ليله الامتحان. اول حاجه زي ما قلنا كده انك تنام كويس قوي، على الاقل خالص 6 ساعات. وانا قلت لك انا كنت بعمل ايه، فانت لو عايز تعمل زي تمام، مش عايز نام يا باشا وقت ما تنام، بس المهم ما تقللش نومك عن 6 ساعات. تاني حاجه صلي ركعتين قيام، دول مهمين قوي والله العظيم هيفرقوا معاك. صلي ركعتين وادعي فيهم باللي انت عايزه، وبعد كده روح صلي الفجر يا جماعه في المسجد وارجع كمل مراجعه براحتك. تالت حاجه جهز كل حاجه انت محتاجها بكره في الامتحان. يعني مثلا جهز الاقلام بتاعتك وخد قلمين، عشان لو خدت واحد ممكن يبوظ منك او ممكن يضيع منك، فيبقى معاك التاني احتياطي. جهز هدومك وشرابك اللي بيضيع منك وبتفضل تدور على الفرده التانيه بتاعته، والكوتش بتاعك، وجهز كل حاجه قبل ما تنام، عشان انت ممكن تصحى وتلاقي الحاجه والدتك الله يبارك لها غسله لك الهدوم اللي انت محتاجها وهي نظيفه بس انت ما قلتلهاش. فانت تعالى بقى من بدري شويه وقول لها يا ماما انا هلبس ده بكره ما تجيش ناحيته، او انا محتاج ده فانت تغسليه عشان يلحق ينشف، واكد عليها على الهدوم النظيفه بتاعتك ما تجيش ناحيتها. اسمع كلام انا بقول لك اهو. حاول بقى تمشي بدري شويه، شويتين 3 كمان. يعني انت لو مقدر المسافه بينك وبين لجنه الامتحان ربع ساعه، لا امشي قبلها بساعه، ساعه الا ربع، لان انت مش ضامن ظروف الطريق، ممكن ما تلاقيش مواصلات، ممكن العربيه اللي انت راكبها تتعطل فتحتاج ان انت تكمل باقي مشي او تشوف عربيه تانية عشان تكمل بيها. فامشي بدري واملك وقتك بدري. انا والدي دايما يقول لي وانت مسافر انت استنى القطر وما تخليش القطر يستناه، فناخد بالنا من الحته دي. انا كنت عامل ايه بقى انا واصحابي؟ لجنه الامتحان بتاعتي كانت في المركز بتاعي، يعني من بلدي اللي هناك حوالي تلت ساعه. فانا جمعت 6 اصحابي، كنا 7 مع بعض، جبنا العربيه اللي هي ال7 راكب دي واتفقنا مع صاحبها كل يوم يودينا ويجيبنا. على فكره هي نفس التكلفه اللي انت لو رحت لوحدك مواصلات هتدفعها، بس انت كده بتوفر على نفسك وقت ومجهود. لما تروح بقى قدام لجنه الامتحان ما تفضلش تهزر مع ده وتتكلم مع ده والكلام اللي ملوش لازمه، لا يا باشا امسك كتابك وراجع، حل مسائل مثلا. المهم تشغل بوقتك بحاجه مفيده، ولو حد من صحابك جه وسالك على حاجه انت عارفها ما تبخلش عليه، لان انا ساعات والله العظيم كانوا صحابي بيسالوني على حاجات ادخل جوه الامتحان الاقيها جوه الامتحان. لما تدخل بقى جوه لجنه الامتحان وتقعد وتمسك ورقه الاجابه، من حقك يا باشا ان انت تحصل على القدر الكافي من الهدوء في اللجنه. فلو لقيت بقى في دوشه، في زعيق، في كلام ده في اللجنه، اطلب من المراقب اللي عليك او اطلب من رئيس الدور ان هو يجي يهدي الدنيا. انا في امتحان الديناميكا لما لقيت الدنيا بقى خلاص الدنيا صعبه والوقت خلص وانا لسه ما خلصتش، قمت اتنرفزت في اللجنه من كتر الصوت اللي كان في اللجنه. المراقبين جم وقفوا جنبي ومعلش واهدى والكلام ده، وفضلوا يهدوني لحد ما الامتحان خلص، وادونا 5 دقايق زياده عن الوقت كمان. فانت ما تضيعش تعبك ومجهودك يعني عشان صحابك، لا يا باشا وقت الجد انا ماليش دعوه بحد، نفسي زي ما بنقول. انت صاحبي وحبيبي بره اللجنه نعمل اللي احنا عايزينه، لكن جوه اللجنه انا عايز احل وعايز اجيب مجموع، فما تتكسفش تاخد حقك. زي ما بنقول كده صاحب الحق عينه مليانه. بس كده يا غالي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنوا مني الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.